السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة. نتمنى يا رب تكونوا كلكم بخير وعلى خير، احوالكم واموركم يا رب مزيانه. فيديو جديد ونهار جديد بطبيعه الحال. اليوم غادي نتقاسم معكم واحد الفيديو اللي هو خفيف وظريف. بحكم ان شحال هذه ما نزلت دي فيديو في القناه، اليوم قلت بسم الله على بركه الله غادي نتقاسم تاني مع المتتبعات ديالي الوصفات ديالي وكذلك الروتينات نتاعي. اليوم غادي نتقاسم معكم المسمن، يعني بطريقه اللي هي جد سريعه في الظرف اللي هو وجيز. غادي توجدي كميه كثيره نتاع المسمن. بحكم راكم عارفين التربيه ما كيبقاش الوقت، ولكن قبل ما نبداو المسمن ديالنا هكا بغيت نتقاسم معكم واحد الفقره من الصباح ديالي. هكا وجدت الحليب باش غادي نفطر، وقلت غادي نتقاسم معكم هاد المرحله، ومن بعد ان شاء الله غادي نمروا اننا نوجدوا المسمن ديالنا. صراحة توحشت انني نصور معكم في واحد الفرحة اللي هي كبيرة بزاف. انا البنات نقصت شوية الحلاوة، درت هنا شوكولات في نسبة ديال الكاكاو عالية مع الحليب. وقبل ما غادي نبداو المسمن ديالنا غادي تشوفوا البنات الكوزينة ديالي تبدلات، وهذه مفاجأة ان شاء الله غادي نتقاسمها معكم في فيديو مقبل ان شاء الله. هنا البنات من بعد ما درت العجينه ديالي بزاف، يعني الطريقه الاعتياديه غادي ندير فيها كويرات، يعني الحجم اللي هو صغير درتهم انا صغار. خرجت كميه اللي هي كثيره، يعني بغيت ندير مسمن ونديره في الكونجيلاتور هكا ونتهنى منه. وبحكم يعني كنفطر به وكندير به الكوتي، بغيت ندير كميه اللي هي كثيره. هنا خليكم معايا تنكمل هذه المرحله وندوزو المرحله المواليه. صراحة كنت قاسم معكم هاد المسمن وكلي زعما فرحانة وعجبني الحال، حيت شحال هادي ما هزيت هكا كاميرا باش انني نصور. هنا غادي ندير ليه السلوفان ونخليه يرتاح شويه، عاد غادي نخدمه. من بعد كنورق بالطريقه الاعتياديه. ملي كندلكو العجينه مزيان راه كتمشي معنا كما كتشوفوا، كتولي ساهله لينا في الوراق. هنا كنورق بزيت المائده فقط، ما درتش معاه الزبده. صافي بنفس الطريقه غادي نستمر حتى كنسالي الكميه كامله اللي عندي. كما كتشوفوا راني فقط كنسرع في الفيديو اما ما كرهت بحال هكا كنت كنخدم بحال هكا دغيا غنسالي. المهم من بعد ما ساليت التوراق ديالي كامله، هنا غادي نتقاسم معكم هاد البلانشه او المقله الكهربائيه اللي صراحه والله يا البنات الا فلوسها حلال حلال كما كيقولوا. يعني في واحد الوقت اللي هو وجيز كطيبي واحد الكميه اللي هي كثيره، ماشي بحال الا كنا كنطيبوا في المقله كديري وحده وكتسني فيها على شحال عاد كطيب. هنا كديري واحد الكميه، راه هنا بديت بثلاثه، من بعد راه كتهز حتى لسته ديال المسمنات الا كانوا صغار. والتحمار ما نعاودش ليكم، راه كيما غتشوفوا المسمن راه كيتنفخ بحال المقله. وهنا دايره هاد السربيطه بحال هكا كندير فيها المسمنات اللي كيطيبوا. عجبتني بزاف وبغيت نتقاسمها معكم، نقول اي وحده اللي قدرت انها تاخذها راه كتنفع ماشي غير في المسمن. اليوم بارطاجيت معكم المسمن، ولكن راه لها عديد من يعني المميزات او العديد ديال انك طيبي فيها بزاف ديال الحوايج. ان شاء الله غادي نتقاسم معكم. جربت فيها الحوايج زوين، جربت فيها هكا المسمن ديجا وعاود تقاسمت معكم اليوم ان شاء الله. ولما لا غادي نتقاسم معكم، يعني كل مره كنجرب فيها شي حاجه كتصدق ليا غادي نتقاسمها معكم. وهو المسمن ديالي كيجي مورق يا هشيشه البنات. ونتمنى ان هذه الفكره اللي بارطاجيت معكم اليوم تعجبكم، وشكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم. درت لكم واحد الفيديو اللي هو خفيف ظريف. بحكم شحال هادي ما صورت كما قلت لكم بغيت نحط لكم شي حاجه خفيفه. وان شاء الله اكيد غادي نتقاسم معكم البنات واحد الحويجات اللي انا فرحانه بهم واللي درتهم، وحتى نتوما بغيتكم معايا تفرحوا ليا. وشكرا لكم، حتى الفيديو المقبل ان شاء الله.